ازيكم النهارده جايبه لكم فيديو مختلف تماما. بصوا اللي انا بصوره ده بيت يا جماعه، اقدم بيت اعتقد في مصر، بقاله داخل على 90 سنه. البيت ده موجود. انا انا اللي كنت رايحه البلد، يعني انا الصراحه انبهرت انبهار غير طبيعي. هو البيت ده بيت حما خالتي. تمام. البيت بقاله اكتر من 90 سنه والبيت ده موجود، ولا وقع ولا اي حاجه. البيت قديم جدا جدا جدا. العيشة الديكور فيه أصلا قديم، معمول، بصوا السقف معمول بخشب. البيت أصلا معمول بطينة، يعني البيت مش معمول بطوب، البيت معمول بطينة. البيت كان بالنسبة لي غريب جدا. أنا من صغري ما روحتش هناك. بصوا ده الحوض اللي كانوا بيغسلوا فيه. أنا خالتي ليها بيت تاني، بس هي بتيجي تقعد هنا. تمام. بصوا يعني اللي هناك ده الحمام. بصوا ده الحوض عامل ازاي. وكان هنا بقى طبعا هنا عيشتهم، وهنا كان سوري في اللفظ اللي هي الزريبة. بصوا اصلا السلالم عاملة ازاي، السلالم من طوب. بصوا البيت كله حرفيا من طين. عارفين انتوا الطينة؟ هو ده البيت. كان اقدم بيت. انا طبعا دخلته وانتي ماشية، يعني وانا ماشية فوق كان البيت، تحسي ان انتي بيسمع تحت. يعني انا لما بكون مثلا تحت وحد ماشي فوق بيسمع. فبجد كانت تجربة. يعني انا الصراحة رحت اللي هو كنت منبهرة كده ان البيت ده ازاي بقاله 90 سنة موجود وما وقعش، وان حصل زلازل كتير وما حصلوش حاجة. زلزال 92 جه، البيت ما حصلوش اي حاجة. يعني سبحان الله بجد، يعني البيت سليم. بصوا كل حاجة هما، يعني انا كنت بصور لكم هنا البتاع اللي كانوا بيحطوها على راسهم، اللي هي اسمها الزيرو، اللي مش عارفة اسمه ايه. حطوها على راسهم زمان، لسه موجودة عندهم لحد دلوقتي. وهم يعني انا خالتي بتيجي تقعد في البيت ده، لكن هي ليها بيت تاني 5 ادوار. انا هبقى مصورة فيه برضو فوق او مورياكوا البيت. لكن هي لما بيجوا مثلا طول النهار بيجوا يقعدوا هنا، حد عايز يطلع ينام بيطلع ينام هنا بس. وبيروحوا بقى بالليل على البيت التاني، لكن هما بيقعدوا هنا. يعني بصوا كان في حد نايم هنا، اللي بيحب يقعد ينام هنا بيقعد ينام هنا، وبالليل بيروحوا البيت التاني. بصوا التفاصيل بتاعة البيت كان معمول من، فاكرين زمان قوي البيوت اللي كانت بتتعمل من الخشب والطينة وكده؟ هو ده البيت. بيخبزوا هنا، بيعملوا كل حاجة هنا، بس النوم، وساعات بيعملوا أكل هنا وساعات بيعملوا في البيت التاني وبييجوا ياكلوا هنا. لأن هنا طبعا يعني انتوا عارفين البيوت التانية تبقى مقفولة وشقة ومش عارفة ايه وكده، لكن البيت ده بحري، يعني بيقعدوا فيه بقى في الشارع براحتهم. بصوا ماما كانت قاعدة تحت مع طنط كده قصادنا، قصاد خالتي. ده يعني ده المنظر قدام البيت. البيت اصلا اللي مغطيه كله شجر، يعني سبحان الله يا رب، البيت مغطيه شجر بس. بصوا بجد تفاصيله حلوة جدا، وكنت منبهرة بجد ان انا كنت متخيلة ان هم مثلا زمان كانوا عايشين ازاي. البيت بجد مهلك قوي قوي قوي، ولحد دلوقتي ما وقعش، مع انهم بيعملوا كل حاجة فيه يعني. بصوا اصلا البيت مخرم، يعني مخروم، لان هو ما فيهوش طوب او حاجه، لا يعني ده طينه، مبني من الطين ولسه عايش. الطين زمان، الطوب اللي كانوا بيعملوه ده كانوا بيعملوه من الطين، والسور ده هم عاملينه كده علشان محدش يقع وكده. دي الاوضه مثلا لو حد جالهم بيقعدوا فيها. بصوا دي اوضه بيقعدوا فيها. هي خالتي مظبطاها وحاطه لها حافظه وفرش الكنب وكده، وبيقعدوا فيها. فبجد يعني سبحان الله والله ان البيت لحد دلوقتي لسه عايش ومكمل كل ده. انا كنت منبهرة الصراحة بالمنظر ده. بصوا بقى هنا كان فوق في الدور الخامس من عند خالتي. طلعت فوق، هي موضبة 4 شقق وقاعدة في الدور الخامس اللي انا كنت فيه ده كانت بتوضبه لابنها الاخير اهو. دي الشقة بتاعته. الشقة ما شاء الله كبيرة جدا، يعني الشقة كلها بلكونات اصلا. فيها 3 أو 4 بلكونات، كل أوضة فيها بلكونة. هما 5 أوض، ده غير البلكونة بتاعت البلكونة العادية اللي بتبقى موجودة.
بصوا هنا كانت بنت خالتي بتجيب طوب وكده علشان كنا بنعمل الكانون. بصوا كان في بقى فوق، يعني هي لسه هتبني فوق الدور السادس. هنا عندها تحت، هي دي الشقة اللي خالتي عايشة فيها حاليا. طبعا كل ابن ليها ليه أوضة وكده. ده طبعا كان الحمام، وهنا كان أوضة وهنا أوضة وجنبيه أوضة وجوه أوضة وفي الوش أوضة. دي أوضة تانية، والناحية التانية أوضة اهي، وجوه في بلكونة. وهنا دي كانت أوضة وفي بلكونة، وكان في أوضة في الجنب بس أنا ما جبتهاش. فكان فظيع بجد المنظر. وبصوا البيت اهو اللي انا قلتلكوا عليه، بنت خالتي كانت بتحدف الطوب تحت عشان مش هنقدر ننزل بكل ده. بصوا البلكونات اللي تحت مفروشة، وده طبعا كانت بترمي الطوب. ودي طبعا الارض بتاعت خالتي طبعا، لان بصوا يعني واضح قوي من ان احنا بننزل فيها. احنا نزلنا جبنا الطوب منها، فدي الارض بتاعت خالتي اللي جنبها. وده البيت بتاع حماها. حماها كان متجوز فيها، وحماها دلوقتي معدي مثلا عنده 80 سنة مثلا. فانتم متخيلين اصلا بقاله قد ايه، وهو كان موضبه بقى زمان وقعد يوضبه في قد ايه كان متجوز فيه. بصوا اصلا الفيو تحفة، ان انتي تصحي من النوم تلاقي المنظر ده قدامك، فحاجة كده في منتهى الجمال والراحة. والجو كان حلو قوي بجد. فبجد كانت تجربة حلوة جدا وعجبتني، وحبيت ان انا اشارك معاكم واوريكم المنظر التحفة ده، واعرفكم ان في بيوت كتير قوي قديمة، واكيد طبعا في بيوت اقدم من كده بكتير. بس بالنسبة لي البيت ده كان قديم قوي، اللي حكوهولي عنه ان هو بجد يعني الحمد لله ان هو لسه عايش لحد دلوقتي. بصوا انا بوريكم ان يعني لسه في كتير قوي ورا اراضي، بس يعني انتوا مش هتشوفوها من الكاميرا، بس انا طبعا شايفاها كتير جدا. اراضي كتير وشجرة موز في النص كده، حاجة كده سبحان الله يا رب، حاجة في منتهى الجمال. وده البيت بتاع خالتي اهو، برضو شاورتلكوا عليه. فبصوا هو ضمن البيوت كده واللي حواليه بقى البيوت وكده. بصوا هنا كنت لقيت بنت خالتي بتقولي ان ده بيت ستي. البيت الطويل اللي جنب الشجرة ده كان بيت ستي، اللي احنا اصلا بنروح لها بمواصلات. بتقولي هو ظاهر من هنا وبيظهر لنا. بصوا يعني بجد سبحان الله والله يعني. اهو هو ده بيت ستي التاني، اللي هي عايشة فيه بقى وكده، بيت العيلة يعني. بس سوري لو التصوير وحش، لان بجد يعني كانت الدنيا خلاص هتضلم والكاميرا مكانتش احسن حاجة. المهم وهنا بقى جينا للحتة الأكل. خالته كانت بتعمل لنا الكانون، اللي أنا طبعا قلت لكم إن احنا بنهدف فوق من فوق طوب وكده علشان تعمل لنا الكانون. بجد محشي الكانون ده بيبقى ليه طعم وريحة تانية خالص، واتمنى يعني يا ريت كلكم كده لما تروحوا البلد تجربوا يعني ايه كانون. بصوا كانت بتجيب بقى طوب برضو. وهنا يا جماعة حاجة كده اسمها حاجة كده يعني بيعملوا فيها ايه، بيسقوا فيها لونها الزرع، مش عارفة اسمه ايه يعني، هو حوض بس اسمه ايه بقى في البلد وكده مش عارفة. كانت طبعا بترص هنا الكانون عشان بتعمله. وانا طبعا مجرعة عشان مجرعة ايه مسرعة عشان الفيديو. وكانت بتظبط بقى الكانون وكده، وبتقيس على مقاس الحلة يعني، شوفي الكانون على قد الحلة ولا لأ. فعملت لنا بقى محشي، يعني هو كان بيبقى في حلة واحدة. كانت عامله لنا محشي اللي هو خس باين، لو تعرف اسمه انا مش بحبه قوي بس انا ومحشي كرنب. هي عملت لي كرنب عشان عارفه ان انا بحبه، فعملت لي الكرنب وعملت لي محشي اللي هو الخس. بصوا كانت بتظبط بقى الكانون كده. بس طبعا ماما بقى جت شالت كل ده. قالت لها هو خلاص اتظبط يعني، انتي ليه اللي انت حاطه ده كله. وهنا طبعا لازم نحط طوب نقفل عند الحله علشان يطلعش النار وكده في وشنا. ماما طبعا ايه، عيب عليكم، ماما كانت متربيه هناك يعني، ماما من زمان يعني، ماما من هناك، فكانت عارفة يعني بتعمله كده. فماما بقى ايه عملته. فانا ماما بقى فنانة، هي اللي عملت هي ولعت وكده، هي اللي قعدت تسويه يعني. هي ماما طبعا احنا هنا عشان هنا في شبرا، طبعا احنا ما بنعملش كل الكلام ده، فماما استغلت الفرصة بقى وقعدت تعمل كده. كانت فرحانة برضو، انا كمان كنت فرحانة والله ان انا كنت بجرب التجربة دي وبعمل معاهم وكده. فكانت بالنسبة لي فرحة والله بجد يعني، كنت فرحانة جدا يعني. الحاجة الوحيدة اللي غيرت لي مودي خالتي كانت مهتمية بينا قوي، اللي يعني انا اصلا بحب خالتي دي جدا.
آآ مهتمية بينا بقى وكانت مضبّطانا بجد. آآ بُص ماما بقى كانت بتولّعه وكده ولازمًا تحط حاجات كتير عشان يفضل مولّع وكده، علشان تعمله يعني. وهنا بقى أنا هاجي هاعمل نفسي فقيقة وهاجي أنا اللي أحط بقى حلّات المحشي، طبعًا هتُقع منّي يعني مش هتُقع يعني هتتحرّك منّي ومش هاعرف أضبطها، فماما هي اللي هتضبطها، أنا كنت خايفة تلسع. فماما بقى يعني شوفين ماما بُصّوا أنا كنت هاحط البتاعة وما اتحطّتش مضبوطة، أنا رميتها كده معوجة، فماما هي اوعي يا بت فضلت تزعّق لي بقى ليه مش عارفة يعني. يعني أنا أول مرّة أقف وأحط حاجة يعني. بس هنا بقى كنت جاية أورّيكم هو عمل إيه. بُصّوا هنا كنا بقى حاطينه الحلة طبعًا بتسوَد وبتبقى فظيعة، بس طبعًا مش مشكلة أنا مسكت أي حاجة كده أشيل بيها الغطا. بُصّوا ده محشي خَس وكانوا حاطين من فوق قشطة، عارفين أنتم القشطة البلدي وخالتي طبعًا عندها زريبة، فالحاجة بتبقى كده إيه اللي هو صباحي يعني اللي هو جاهزة على طول، مش مركونة وكده. بس وهو ده طبعًا المحشي شايفين ده أصلًا والله العظيم ريحته طلعت تجنن، تجنن بمعنى الكلمة. وهنا بقى بصوا برضه حاطين قشطة مع ان هو عليه قشطة ومعمول بالسمنة البلدي، بس يعني انا خالتي قالت لي هاتي قشطة لو عايزة تحطي، رحت انا جايبة وبقى حاطة قشطة عليه. بيبقى تحفة تحفة، والقشطة كده تعرفين انتوا طعم القشطة اللي هي الفلاحي دي تبقى جميلة قوي بجد. حطيت عليه قشطة بقى. وهنا كانت مرات ابن خالتي ما بتحبش القشطة، بس يعني لو انا والله ما كنت اعرف، بس انا حطيت بقى فهي هتاكل من طبق تاني. بُصّي هي كانت بتطلّع من تحت يعني هي من تحت عشان هي ما بتحبش القشطة على الأكل وكده. وهنا طبعًا بنت خالتي كانت بتعصر على الشوربة ليمون، ولك أن تتخيلوا الجمال والأكل وطعم الأكل. هنا طبعًا بقى خلاص دي آخر الفيديو. هنا كنا بنولّع يعني علشان هناك الجو كان برد بطريقة غبية، فهُم قالوا لي هنولّع لِك وكده. بس كده ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستمتعتوا معايا بالتجربة دي. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده كتير.